أهلا بيكم يا حبايب تيتا فوفا. تعالوا نغوص أكتر في 5 أسرار نجاح شركة أبل. ستيف جوبز كان عنده رؤية واضحة: دمج التكنولوجيا مع الفن عشان يبسط الأجهزة ويخليها مش بس ذكية لكن تحسس مستخدمينها بالراحة والجمال. هو كان مقتنع أن البساطة في التصميم هي سر عبقرية المنتج. ما وقفش عند كده، بدأ رحلة ابتكار مستمرة، مش بس في تطوير الأجهزة لكن كمان في خلق تجارب مستخدم فريدة، من الصوت للواجهة وحتى تفاصيل صغيرة في التصميم. كان مش شكل بس لكن إحساس كامل، طريقة تفاعلك مع الجهاز وزيادة على كده جودته. ده اللي خلى أبل تبرز وسط زحمة المنافسة وتخلق ولاء مش طبيعي للعملاء. لما واجهت أبل صعوبات، عاوز تعرف ستيف عمل إيه؟ اشترك في القناة وفعل الجرس وتعالي أقولك.